السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي واتمنى نادية. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد واقتراح جديد نهار اليوم. عارفه راسي طولت الغيبه عليكم، سمحوا لي. كيف كتشوفوا جيت وما جيتي بيدي خاويين، جيت نشارك معكم الرفيسه على طريقتي بالجداد البلدي. تبعوا معايا الفيديو البنات حتى الاخير. غادي نشارك معكم بالتفايه كيف كتشوفوا كتجي هذه الرفيسه لذيذه وبنينه. غادي نشارك معكم فيديو مخصص طريقه عمل رغيف الرفيسه. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. هنايا كيف كتشوفوا معايا مباشره في الطنجره. عندي هنايا الجداد من بعد ما غسلناه مزيان كيف كتعرفوا. هنايا انا قسمته غير على 4. غادي نوضعوا في الطنجره مباشره. تقدروا تعملوا هذه العمليه تبلوا الجداد وتخليوه واحد المده. كيف كتعرفوا الجداد البلدي واخا تعملوه في ساعه كيجي لذيذ. هنايا كيف كتشوفوا عندي البصله. كيف كتعرفوا كدير البصله عملت واحد 2 بصلات مقطعين شرائح. ندوزو التوابل. عندي هنايا الملح دائما كتبقى على حسب الذوق. غادي نضيف لها واحد المعلقه تكون عامره د الخرقوم، نص معلقه د السكينجبير عفوا د الابزار، ومعلقه عامره حتى هي د السكينجبير. كتعرفوا الجداد كيدي السكينجبير، ومحلقه صغيره د السمن، وخليط زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نخلطوا هاد داك الجداد ديالنا مع ديك التوابل والبصله مزيان. غادي تشوفوا معايا غادي نحركها غير بالطنجره وغادي نشعل عليها العافيه مباشره. غادي نخليها حتى كتقلى وتشحر مزيان ومن بعد غادي نمرقوها. هنايا كيف كتشوفوا انا حركتها ونسيت هنايا معكم ما عملتش الثومه من بعد عاد ضفتها. عندي هنايا واحد 3 دروس د الثومه قطعتهم عيب غير هيدا ما حكيتهمش، ما كيعجبونيش صراحه محكوكين. قطعتهم طريفات صغارين ومن بعد غادي نضيف واحد 2 دروس كبارين صحاحين بعد ما نمرقوا الطنجره ديالنا. في الربع كنحتاج غير النصف غير شويه، ما كنعملوش بزاف باش ما كيكحلناش ديك المرقه ديالنا. وشويه عندي مربوط شويه قطعته، وواحد نص معلقه د القرفه. حتى القرفه كتجي مزيونه كتواتى مع الجداد. تقدروا تضيفوا حتى العويضه د القرفه. غادي نحرك هاد الجداد ديالي مزيان ونخليه حتى كيتشحر ومن بعد غادي نمرقو. غنمرقوا الماء الكافي اللي غادي يطيب معايا الجداد. انا صراحه الجداد دغيا طابت. غادي نغطيها ونخليها حتى كتشحر ومن بعد غادي نعمل لها الماء الكافي اللي غطي فيها هاد الجداد. هنايا صافي كيف كتشوفوا من بعد ما تقلات مزيان ديك الجداد وغادي نضيف لها الماء. غادي نضيف لها الطاسه الاولى، غادي نزيد لها الطاسه الثانيه ونخليها حتى كتغلي. كيف كتعرفوا هاد الجداد بالجداد البلدي كتجي رفيسه مزيانه الصراحه. هنايا غنضيف لها واحد نص معلقه راس الحانوت. وهنايا هاد الثومه اللي قلتلكم غادي نخليها حتى كتغلي الطنجره ومن بعد غادي نضيفها. هنايا صافي الطنجره من بعد ما غلات كيف كتشوفوا غادي نعمل لها ديك 2 دروس د الثومه كيجيو مزيونين كيطيبوا فحال الزبده. غادي نزينوا بها الطبق ديالنا من بعد ما كيوجد. غادي نخليو الجداد ديالنا حتى كيطيب ومن بعد تشوفوا معايا الطريقه بالتفاصيل. هنايا عندي في الكاسرونه غادي نحضر معكم التفايه. عملت هنايا واحد بصله كبيره شرائح، واحده معلقه د القرفه، نص د الابزار غير شويه، وراس معلقه د السكينجبير د الخرقوم، وشويه د الملح، وواحد راس معلقه حتى هي د الزبده اولا السمن. غادي نخلطها مزيان وغادي نضيف لها واحد غير كاس صغير د الماء. ما ضفتوش معكم تحذف لي المقطع، ضفت نص كاس صغير د الماء وغطيت عليها وساعه ساعه كندير نحركوها باش ما كيتحرقناش ديك التفايه ديالنا. هنايا صافي الجداد كيف كتشوفوا صافي طايب في المراحل ديالو الاخيره. صراحه دغيا كيف قلتلكم دغيا طابت هاد الجداده. غادي نغطيها وغادي نكمل معكم طريقه تحضير التفايه. كيف شفتوا معايا ما ضفت لا سكر لا والو، خليتها حتى طابت وشربت ديك الكاس د الماء اللي ضفتو لها. غادي نحليها غير بالعسل، مثلا واحد معلقه كبيره د العسل، وغادي نبقى نحرك فيها حتى كتنشف مزيان وكتبقى في ديك التفايه كتجي معسله.
تقدروا تحليوه بالسكر حتى هو كيجي مزيون. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديالي. هنايا التريد من بعد ما عدلته من قبل صراحه، ان شاء الله كيف قلت لكم في بدايه الفيديو غادي نخصص لكم فيديو مخصص طريقه عمل التريد. عملته عادي من بعد ما كورتناه وطلقته مزيان، طيبت كل وحده بوحده وكنزيد عليها الثانيه. من بعد ما كنقور ديك 5 تريدات كنحيدهم وكنفصلهم كيتفصلوا معنا بسهوله، وكنخليهم حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا، وكنقطعوهم على شكل اشرطه كيجي مزيون في التقديم ديالو. هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما صافي ديك الجده ديالنا طابت، التفايه ديالنا طابت، غادي نشارك معكم التقديم. كيف كتشوفوا غادي نشاركوا معكم بالتفاصيل ديالو، وقولوا لي الطبق كيف جا والتقديم كيف جاكم. كل واحد كيبقى لكم الاختيار وطريقه التقديم ديالو. ما شاء الله عليكم، كل وحده كتفنن في المنزل ديالها وفي التقديم ديالها. هنايا كل مره كنضع التريد كنمرقو مزيان. كيف كتعرفوا الرفيسه خصها تجي شاربه، وكنحتفظوا بواحد الكميه د المرق كنعملوها جانبا اللي كيبغي يزيد لها. هنايا واحد النصيحه، انا التريد ما كنبخروش صراحه، كنعملو في الفران كيبقى واقف وما كيشربناش ديك المرقه. واذا كان التريد مبخر صراحه ديك المرقه اللي كنعملوها له كامله كيشربها كيجي بحال اللي معجن. انا ما كيعجبنيش هيداك. وانتم كيبقى لكم الاختيار كل واحد وكيفاش كيبغي يعدلو. غادي نمرق معكم كيف كتشوفوا بكل شيء، ونزين معكم الطبق ديالي بالتفايه حتى هي، وبيضات حتى هما سلقتهم، وشويه د الكركاع كان عندي مهرمش زينت به. وانتم كيبقى لكم التزيين اختياري، وكل وحده كيفاش كتفنن ما شاء الله عليها والطريقه ديالها. قولوا لي كيف جاكم التقديم. غادي نكمل معكم بهذه الطريقه، وغادي نزيد المرقه. كل مره انا صراحه فيما كنزيد اللحم كنزيد عليها ديك المرقه. هنايا التفايه كيف كتشوفوها واقفه وجات معسله وجات لذيذه وبنينه البنات. غادي نقدمها معكم في الجوانب كيف كتشوفوا. غادي ندور بها الطبق ديالي كامل، وانتم كيبقى لكم الاختيار كل واحد والتقديم ديالو. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخير، وشجعوني البنات وباللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وخليو لي تعاليق مزيونه كنقراها ونرد عليكم كاملين ان شاء الله باذن الله. قولوا لي كيف جاكم الطبق، وما تنسونيش من البارطاج باش تعمل فائده. بكم ان شاء الله غادي نوصلوا ونكونوا مع بعض يد وحده. هنايا غادي نكمل معكم الطبق ونتلاقاو في الشكل النهائي. هنايا اضافه اخيره كدي نزينو معكم بالكركاع. كان عندي مهرمش، اذا كان صحيح كان احسن، ويمكن لكم تزينوا حتى بالتمر. انا ما كانش متوفر عندي صراحه، اكتفيت غير بهذا التزيين. وهيداك جا ما شاء الله الطبق جا رائع ولذيذ ما تشبعوش منه. نتمنىكم البنات فعلا تجربوه وتردوا عليا الخبر. هنايا في المراحل الاخيره كنضيف له شويه د المرقه، وغادي نحتفظ بواحد الكميه غادي نوضع في واحد الاناء مع الطابله اللي كيبغي يزيد المرقه. وصراحه كلشي كيفضل يزيد لا. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالي النهار اليوم، والاقتراح اللي شاركته معكم. فعلا البنات كيستحق التجربه. خليكم مع الصور ونقول لكم الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.